السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسجد الكبير بعزب الشاكر، وآخر ما وصلنا ليه مجهود كبير ومشكور للشباب اللي شغال على الواجهة. إن شاء الله الديزاين اللي هو هيكون موجود على الشبابيك، اللي هي تحديدات الشبابيك وكده، الفرم هتكون في أقرب وقت إن شاء الله، النهاردة أو بكرة. تمام. و للشباب اللي هي نفسها تشوف المسجد شكله ازاي او عامل ازاي كفيديو، في نقطتين مهمين جدا. التنسيق الخارجي من ناحية الشبابيك ده ظاهر في كل الصور اللي نزلناها. عندنا باب الميضة اللي قدامي ده وباب مدخل المسجد، زي ما حضرتك كده التنسيق في من ناحية باب مدخل المسجد وباب مدخل دار المناسبات في إلى حد ما تنسيق كويس. تمام. وإن شاء الله ده صورة من على الكوبري. تمام. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده أول جزء وهو التنسيق الخارجي للمسجد، المنظر العام لحد ما مقبول. في طبعا زي ما احنا حكينا في موضوع الباب بتاع دار المناسبات، نتمنى إن شاء الله نلاقي له حل ونخش المسجد. سلم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و12 في درجة متر. تمام. وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 درجات تدخلك صحن المسجد. وهذه المسجد، منظر المسجد من البوابة. خش المسجد، نرجع تاني. اللي فوق مصلى إضافي الحمد لله، تقريبا السقف والحوائط خلصت محارة، وهنا الحيطة الأساسية والحيطة الناحية اللي هناك خلصت. باقي السقف شغالين محارة اهو بتاع الواجهة، بتاع واجهة يعني الجزء الأمامي للمسجد. وهذه القبة، بسم الله ما شاء الله، المازنة موجودة من داخل المسجد. طبعا هتبقى باينة حاجة بسيطة بعد القبة ما تنتهي إن شاء الله. وبتخش المسجد، هيكون عندي هنا ده كله، ده مصلى المسجد من آخر نقطة. دي آخر نقطة في المسجد، يمين وشمال المسجد. وطبعا بالنسبة للإضاءة اديكم شايفين الشبابيك الحمد لله ولله الحمد، يعني إلى حد ما زودنا على الشبابيك قدام عشان تفادي أي قلة إضاءة. من ناحية التهوية هتظهر أكتر إن شاء الله لو عرفنا نحل مشكلة في الحيطة اللي ورايا إن احنا نجيب فيها تهوية. تمام. ده جزء كده. طبعا الجزء اللي باقي ده من الحيطة هيبقى رخام إن شاء الله، مع محاولة إن احنا يبقى الأرضية رخام أو سيراميك على حسب ما التكلفة. فكده المسجد شغل المحارة شغال، قاعد الجزء اللي قدام بس. وبعد كده الحيطان الشبابيك هنوقف ولا مش هنوقف، نكمل على تير السلم. أول حاجة أنا كده داخل من دار المناسبات من صحن المسجد. أما إن أنزل لدير السلم، أنزل تحت على الميضة. طبعا الإضاءة اللي موجودة دي في الشباب ده أقصى إضاءة جاية من بره خالص، من باب الميضة، ده الباب اللي بره. ودي الحيطة مبدئيا كده. ده كده الحمامات ان شاء الله، ده الحنفيات. طبعا الحنفيات مسافتها قريبة. تمام. وتم تعديل او اصلاح ان الماسوره تكون داخل الحيطة بحيث ان هي ما تكونش بارزة كتير. تمام. الى حد ما يعني برضو لسه ما تعملش الكواع اللي احنا قلنا عليها. و هنا هيكون في 4 أحواض وش للوضوء، زائد هنا هيكون في السخانين ان شاء الله بخلاطات مشتركة، في خلاطين
يعني محبسين على السخانين دول بحيث يتظبط الميه مره واحده يكون دافيه على الحنفيات كلها. ودي لوحه التحكم بتاع المسجد. هنا هنختار تقريبا مكانين او 3 اماكن هيبقى فيهم مقعد للناس اللي هي مش تقدر تتوضى وهي واقفه. تمام. فده كده دخلنا من الميضه. دي دخلت كده من الميضه. انا في الميضه حاليا للترجه. هخش على الحمامات. زي ما انتم شايفين الحمامات للاسف يعتبر لا يوجد فيها اي مناور للتهويه او للاضاءه لو اللي ممكن تفيد في يعني نوفر كهرباء. فبنحاول ان شاء الله والساده المسؤولين ان شاء الله يلاقوا لها حل. نخش على الحاجات الجديده بقى معانا. ده زي ما انتم كده شايفين ده مدخل الميضه. تخش هنا بقى كده داخل الميضه. هنا في المطبخ اللي هيكون يعني فيه خدمه دار المناسبات. وان شاء الله يعني الاكل والشرب اي حاجه هتكون خاصه بدار المناسبات هتكون في هذا المكان تحت السلم الرئيسي بتاع المدخل الرئيسي. نخش جوه بقى دار المناسبات. دي دار المناسبات ان شاء الله سيراميك الحوائط كلها وان شاء الله سيراميك او رخام الارضيه. تمام. ده شكل دار المناسبات من ابعد نقطه. ارجع ورا. ده شكل كده دار المناسبات من ابعد نقطه. طبعا وما زال نعمل في حل الخلاف اللي موجود في من ناحيه الباب والشباك دوت. تمام. يعني الباب والشباك ده نتمنى ان احنا نلاقي لها حل. طبعا برضو الشباك في بعض المشاكل ربما يكون محدش عارفها. تمام. ليها بعض الحلول ولكن ايه الشباك الكهرباء زي ما انتم شايفين الشباك الاضاءه مش واضحه جدا ولكن كده شويه واضحه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين ده المكان اللي احنا او الشباب كلها بتقترح يكون فيه الباب بتاع دار المناسبات. نتمنى ان احنا نلاقي حل ان احنا ننقل بس الشباك نجيبه هنا والباب نجيبه هنا ويكون ان شاء الله وصلنا لاقرب حل. هوقف الفيديو او خلي الفيديو شغال عشان هطلع المصلى الاضافي. انا كده طلعت من دار مناسبات دخلت اتوضيت وهطلع اصلي على طول الصلاه على طول من خلال دير السلم الخلفي بدون ما اطلع من المسجد. ده كده صحن المسجد زي ما احنا كنا موجودين. واجي هنا هطلع اروح المصلى الاضافي. المصلى الاضافي يعني طبعا برضه الحمد لله خلص محاره قاعد السيراميك فقط لا غير. وان شاء الله كده سيراميك ودهان. ده المصلى الاضافي. مساحه تشيل حوالي 6 صفوف بعرض المسجد كله. تمام. المصلى الاضافي المسجد من فوق. المصلى الاضافي قبه ولله الحمد. اول صف ثالث صف ثالث صف رابع صف خامس صف ان شاء الله 6 ان شاء الله 7 صفوف. ده المنظر من خلف الامام في اخر نقطه في المصلى الاضافي زي ما انتم حضراتكم شايفين. الله يبارك فيكم ويجازيكم خير على كل التبرعات اللي حضراتكم عمركم ما بخلتوا بيها للمسجد لله. ونشكر كل القائمين على المسجد. ده كده المسجد من فوق آخر الزاوية. يعني حلمكم بيتحقق لكل الشباب اللي بتشارك لكل الناس اللي ساهمت لكل الناس اللي موجودة كل الناس اللي بتحارب عشان تعمل أحسن حاجة كل الناس اللي بتناقش عشان توصل لأي حاجة. شكرا لمجهودكم. طبعا في سباكة زي ما انتم شايفين طالعة الدور الرابع. ده الدور الرابع مصلى مش مصلى إضافي. إن شاء الله مدرسة تحفيظ القرآن تكون تبع. طبعا هيبقى فيها حمام ومطبخ وهيبقى فيها إن شاء الله 3 فصول. واقفة بس على الصبة ممكن نوقفها شوية وممكن نشتغل فيها على طول بحيث إن احنا نخلص تشطيب
وادي المبنى الأولى. المبنى الثانية خرسانات القبة. حزب الشاكر. شكرا حزب الشاكر.